الفعل، هذا الفعل بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله لن تمر، اي بلسان حال، جملة انجليزي من تحتي الا لابد ان اكون موجود في هذه الجملة، يا فيها يا خفيها. الحقوني نفسي اكتب جملة انجليزي. هتكتب دلوقتي، انا هعلمك تكتب، واي جملة هتخطر في بالك هتكتبها، لانك انا هديك القاعدة الاساسية لاي شيء، ومش هبدأ معاك من مرحلة متقدمة، لا ده انا هبدأ معاك من تحت الصفر. منين؟ من تحت الصفر. بقول لك ايه؟ تعال نخش وهعلمك بطريقة ممتعة في حياتك، لا هتسمعها ولا سمعتها، وعلى الله نبدأ. تكوين اي جملة في الانجليزية في العالم، سيبك بقى من الكلام الكبير قوي. اي جملة انا او غيري ماشيين بهذه القاعدة، اعرفها وادعي لي، واعرفها وتعالى طبق معايا دلوقتي. ايه هي القاعدة؟ بص معايا كده، فاعل وفعل، تبدأ بفاعل ولازم بعدها فعل. تبدأ بفاعل، وقول لي معايا، احنا بنذاكر. تبدأ بفاعل وبعدها ايه؟ فعل، سواء كنت مبتدئ، طفل كبير، صغير، شاب كبير، الانجليزي فاتك اشتغل معايا، يلا معايا. فاعل وبعديه ايه؟ فعل. شايف الفعل اللي انا رسمه بيضحك ده؟ تعال بقى نشوف حكايته اللي على الله. الفعل، هذا الفعل بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله لن تمر، اي بلسان حال، جملة انجليزي من تحتي الا لابد ان اكون موجود في هذه الجملة، يا فيها يا خفيها. ايه الفعل ده؟ سواء بقى فعل اساسي، فعل هو يجيب المهم يبقى لا فعل. الفعل يا مضارع يا ماضي يا الكلام ده كله، مش اسم ولا صفة. لازم يبقى فيه فعل، ما فيش فعل مش هيعدي الجملة، مش هتبقى صح. يبقى الفعل الاول ولازم بعد الايه؟ الفعل. الباقي اي هري بقى، اي حوار بعدين شغال. انا بلخص لك الحوار كله وببدأ معاك من الصفر. تعال نشوف كده. اريد طعاما، فين الفعل؟ ما احنا قلنا الفعل اللي بيضحك الحلو ده قال لك لو انا مش موجود هضيع لك الجمله، مش هتنفع، مش هتنفع، مش هعديها لك. هنا اريد في فعل اهو، مضارع منه اراد، ماضي شغال، يبقى الفعل هنا بيقول لك انا مبسوط، انا مرضي. الجمله دي تعدي، بس الفعل دي برضو فيه شويه غلاسه. يقول لك ما انا لازم ابدا بمين؟ بفاعل اهو. فين الفعل يا عم؟ نقول له الفاعل ضمير مستتر تقديره اريد انا. يقول لك انا ما بفهمش الكلام ده، ايه ضمير مستتر وبتاع؟ انا عايز الفعل يظهر قدامي، اريد انا، يعني ابدا بيه. انا في الانجليزي لازم ابدا بيه. خلاص يا عم هنجيبه لك. يعني ايه اصلا؟ ايه؟ انا اريد طعاما. تمام كده، الفعل ده مبسوط مرضي. ترجم بقى، ما فيش مشكله بالنسبه له كده في الجمله خالص. يقول لك انا اهي، اريد want اهي، طعاما فود. مرضي يا عم الفعل، يقول لك انا مرضي مبسوط. ربنا يكرمك، جبت الفاعل وهذا الفعل اهو حبيبي اهو، والباقي اي حاجه، طعاما، ما اي حاجه، مفيش مشكله. واحده كمان، الجمله دي انا جائع. يلا انا جائع. بص الفعل اول ما يشوف الجمله دي هتلاقي وشه اتقلب، عمل كده اهو، الغضبه دي، غضبان، ضايقته. ليه؟ فين الفعل؟ مش احنا قلنا لك الراجل ده مفيش جمله انجليزي تعدي من تحت ايده؟ دي هتعدي ازاي؟ دي اللي قدامه انا جائع، انا الفاعل، انت ظهرته، برافو عليك. جائع دي صفه، او انا محمد اسم. فين الفعل؟ فين ياكل يلعب يشرب؟ الراجل ده اتضايق. يقول لك والله الجمله دي في الانجليزي ما معديه، مش معديه، خلاص هي قفلت، الجمله دي غلط. وفعلا الجمله دي ما تعديش في الانجليزي. طب انت عايز ايه يا عم الحاج؟ هيحط لي فعل، خلاص هحط لك فعل منين؟ دي صفه. قال لك خلاص انا هبعت لك 3 اولاد حبايبي، 3 افعال بنستخدمهم لو عملت لي جمله زي كده يكون فيها صفه زي جائع او اسم. حبايبي عيالي انا اللي مربيهم. مين هم يا عم الفعل؟ اللي هم الفيرب تو بي. وريهم لي. تعال اهو، غضبان، هيبعت لنا مين؟ 3 ام واز وار. يقول لك حط اي فعل شغال، طالما لقيت انت جبت لي هنا صفه حط اي فعل. انا مرضي. طالما ما فيش فعل حط لي واحد من ال3 دولت اللي بنسموهم افعال مساعده، انا جايبهم يساعدوني، دول حبايبي. طيب احط لك مين؟ ام ولا از ولا ار؟ قال لك عادي، لو الفاعل هنا اي انا حط ام، لو مفرد هي وشي وات حط از، لو جمع وي ويو زي حط ار. ازاي؟ اهو
قال لي اي لو الفاعل انا حط ام اكون، لو الفاعل مفرد يو ات يبقى خد الفعل المساعد از، لو الفاعل جمع حط ار، وتبقى كده مرضي يا عم الفعل. كده مرضي. طب تعالى كده نجرب الجمله دي تتكتب ازاي. بص يا باشا، انا جائع، انا اي فيها مشكله؟ انا جائع هانجري. الجمله لحد كده غلط. ليه؟ لان ادى الفاعل عمنا الفعل اللي متضايق ده لازم يقول لك لازم يجي فعل. طب ما هو الراجل اداك ثلاثه هم ام واز وار، قال لك لما يكون في صفه او اس، قال لك اي بتاخد مين؟ ام. لو كانت هي او شي او ات مفرد تاخد مين؟ از. لو كانت جمع تاخد مين؟ ار. هنا اي تاخد مين؟ ام. حطيت له اي ام هانجري. مرضي يا عم الفعل؟ مرضي ومبسوط والدنيا 24 قيراط وضحكتي رجعت تاني، ضحكه بزياده. تمام، تعالى نكمل. خد الجمله دي وعلى الله حكايتنا. هو حزين، ربنا يبعد عنك وعني الايه؟ الحزن. هو حزين، نكتب هو هي. حزين ساد. الله، الفعل جنناه، اتضايق. ليه؟ فين؟ ما هو قال لك لازم بعد الفاعل فعل في الجمله. يبقى نروح لمين؟ للثلاثه عياله اللي مربيهم، فاكرهم؟ اللي هو ام واز وار اللي اداهم لنا طالما ما فيش فعل. وقلنا المفرد يمشي وات بياخد مين؟ از، او اللي يبقى هي از. حزين، ربنا يبعد عننا الحزن. ساد، اي خدمه. عاش. هات اللي بعدها. هي تريد ماء. انا شايف الفعل بيضحك. بص، ادي الفعل اهو، الضحكه بزياده. عارف بيضحك ليه؟ يا سلام حبيبي، لقى فعل، وطالما لقى فعل خلص الكلام. هي تريد ماء يبقى شي. تريد وانت، بس لما يكون الفاعل مفرد بنحطه للفعل اس. ده درس بعد كده التريكات دي هناخدها في دروس جايه. شي وونتس ووتر اللي هو ماء. خلص بس، ولا استدعى حد من عياله ولا لا، في فعل اهو مبسوط. تمام، تعال. انا اكلت. مبسوط ولا زعلان؟ لا والله مبسوط والضحكه بالزياده كمان. ما هو اكل اهو بس ماضي شغال. انا اكل بدل ايت بقت الماضي بتاعها ايت. اكل اي حاجه بقى. اي ايت فود، اي ايت فيش، اي ايت رايس. اشتغل. المهم ان احنا عرفنا الفعل ده شغلته بيعمل ايه. ما فيش جمله هتعدي من تحت ايده. بس خلاص. بص يا حبيب قلبي، الجرامر اسهل منه مفيش، ولكن هو الاسلوب. الناس بتتكتف على النت، كل واحد عايز يطلع نفسه العالم العلامه الفاهم الحبر الفهام. لكن انا بفهمك اني بفهم ابني، بفهم اخويا، عايز اوصل لك المعلومه. المهم وصلت. انتظرنا في الفيديو القادم. والسلام عليكم استنى، اوعى تنسى الاعجاب والاشتراك. مع السلامه حبيبي.